بيبدأ فيلمنا مع تامي والدبدوب تيد وهما بيتجوزوا، بتبوسه تامي وبتقوله انها خلاص اخيرا اتجوزت فتى احلامها، وبيبص تيد لصديقه الوحيد جون وبيقوله ان انا كل لما اجيب لك بنت تقولي مش عاوزها وتهرب منها. بعد ما بينتهي الفرح بيروح تيد وتامي لبيتهم، وبعد فترة بتقوله تامي انها عاوزة فلوس، وبيقول لها تيد ان كل شوية تقولي عاوزة فلوس عاوزة فلوس، وبتبدأ تامي انها تعايره وتقوله انك مش راجل اصلا، مش بتقدر توفر لي احتياجاتي الزوجية، وبتتعصب تامي عليه وبتحدفه بالطاسة في وشه، وبيتعصب هو كمان وبيقلب الترابيزة، وبتسخر منه وبتقوله انها خايفة من دبدوب صغير. وبيروح تيد لجون وبيحكي له عن اللي حصل، وبيلاحظ تيد ان عاملة البار بتحاول تقرب من جون وبتطلب منه انه يزورها في البيت، لكن كالعادة بيرفض جون وبيقول له تيد انه غبي. وبيكون تيد بيشتغل في متجر، وكمان زوجته تامي بتشتغل معاه، وبيشوفها قدامه لكن مش عارف يكلمها لانهم لسه متخانقين. وبتقول له زميلتهم في الشغل انه لو عاوز العلاقة بينهم تتحسن لازم يخلفوا طفل زي ده، وبتعرض عليه فكرة انه يشوف شخص متبرع بسائل منوي. وبيروح تيد لتامي وبيصالحها وبيقول لها ان احنا خلاص هنخلف طفل، وطبعا بتفرح تامي جدا وبتحضنه وبتبوسه. وبيقول تيد لجون انهم لازم يختاروا شخص قوي وصحته كويسة وياخدوا السائل المنوي بتاعه علشان الطفل يبقى قوي. وبيقول له تيد ايه رايك في الشخصية المشهورة تشيب وايلد. ولما بيروح تيد علشان يبحث عن عنوان شيب في اللابتوب بتاع جون بيقول له ايه ده بتتفرج على حاجات مش كويسة يا مراهق، وبيكسر له تيد اللابتوب علشان ما يعملش كده تاني. وبعد كده بيروح يقابلوا تشيب وبيطلبوا منه انه يتبرع لهم بعينة من السائل المنوي، لكن بيقول لهم انه متجوز ومحتاج كل نقطة ما بيوافقش. وبيكسروا لتيد عربيته وبيجروا، وبيقول له تيد ايه رايك في سائل منوي بتاع لاعب كورة مشهور. وبيقول له جون انه اكيد مش هيوافق لانه لاعب كورة وبيهتم بصحته. وبيروح له جون وبيقول له ان هو جاي من شركة صيانة التكييف، وبيبوظ له جون التكييف علشان يفتح لاعب الكورة الشباك وينام، ويدخلوا هما بعد كده عليه وهو نايم من الشباك. وبيديله تيد البرطمان وبيقول له يلا استخدم ايدك، لكن بيقول له جون انه طبعا مش هيعمل كده. وفجأة بيفوق لاعب الكورة ده وبيرميهم هما الاتنين من البلكونة. وبعد كده بيقول له تيد ان انت اعز اصدقائي وكمان صحتك كويسة وان انا ازاي ما فكرتش فيك قبل كده. وبياخدوا تيد المعمل علشان يتبرع له بعينة، وبيطلب منه تيد انه يتوصى شوية، وبيدخله الممرضة للغرفة. ولما بيتأخر بيروح تيد علشان يدور عليه وبيقابل الدكتور، وبيرحب بيه الدكتور جدا وبيقول له ان انا اسمع عنك كتير وان انت بقى الدمية المتكلمة. وبعد كده بيدخل تيد عليهم وبيقول لهم انه خلاص خلص، وبيسيبهم الدكتور ويمشي لان زوجته بتتصل بيه وعايزاه في حاجة طارئة. بيهزر جون مع تيد وبيقول له ابنك جوه في العلبة اهو، وبيتزحلق جون في العينة اللي تيد بيحدفها، تقع عليه كل عينات السائل المنوي بتاعة المعمل. وبيصوروا تيد وبتدخل عليهم الممرضة وبتقول لهم ان دي عينات السائل المنوي الفاسدة. وبيروح تيد وزوجته للدكتور، لكن بيقول لهم الدكتور ان تامي مش ممكن تخلف، لكن ما بيقتنعش تيد بكلامه وبيقول اننا لازم نروح لدكتور تاني وان مش بعد كل اللي انا عملته ده برضه مش هخلف. لكن بتقول لهم الدكتورة التانية برضه نفس الكلام، وبتقول له كمان ان هو دبدوب وملوش حق قانونيا انه يبقى عنده طفل. وبيقول تيد لصديقه ان الدولة مش معترفة بيها كفرد منها. وبتقول زوجته ان انا عارفة ان عمري ما هبقى ام لان انا اللي عملت كده في نفسي علشان اتجوزت دبدوب. وبتقول له ان حتى مش هنعرف نتبنى طفل. وبيعرض عليه صديقه جون انهم يرفعوا قضية على الحكومة علشان يعترفوا بتيد كفرد منها وكمان يعترفوا بزواجه. وبيروحوا للمحامية اللي بتحشش دي وبتسألهم اذا كانوا بيحششوا او لا، وبيقول لها تيد احنا محششين من الدرجة الاولى ونعجبك. وبيتسطل جون من الحشيش وبيفضل يقول الحقني يا تيد بقيت شايف كل حاجة صغيرة وان انا كبير جدا. وبيقول له انت كبرت كده ليه يا تيد. وبيبداوا انهم يخططوا هيعملوا ايه في القضية، لكن تيد كان مشغول بحاجة تانية خالص. وده مدير لشركة شخصيات كرتونية بيفكروا انهم يخطفوا تيد ويفتحوا بطنه علشان يعرفوا ايه السبب الرئيسي انه يبقى دمية متكلمة ويصنعوا زيه دمية متكلمة كتير ويبيعوها. وبيجي ميعاد اول جلسة القضية وبتقوله زوجته انها معاها سكينة لو القاضي حكم ان هو مش فرد هترشقها في دماغه. وبتقول لهم المحامية ان تيد عنده مشاعر واحاسيس وان الانسان ايه غير شوية مشاعر واحاسيس. وبتقول لهم ان هو بيحب وبيكره وكمان ناجح جدا في عمله وعنده زوجته بتحبه جدا. وبتقول لهم زوجته انها بتعامله كانسان وكشخص طبيعي. بيقول لهم صديقه انه لقى فيه صفات ما لقاهاش في اي انسان. وبيقول لهم تيد ان كل اللي بيتمناه انه يعيش كزوج طبيعي ويتبنى طفل. وبيتأجل الحكم في الجلسة وبتنتشر قضيته في كل العالم الدمية اللي مصممة انها تبقى انسان. وبيقول تيد لزوجته ان هما ازاي عاوزين يحرمونا من بعض. وبتقول له هي ان انا معاك مش هسيبك حتى لو قالوا ايه. بتقول لهم المحامية ان في محاولة اخيرة انهم يكسبوا القضية. وبتكلم هي محامي كبير جدا ومشهور. وبتقول لهم انه وافق يقابلنا وهم في طريقهم بيقول لهم تيد ان انا مش هسوق بقى ولا ايه. بيحطوا له خشبة فعلا وبيخلوه يسوق وبينام
هما الاتنين، وبيسمع تيد موسيقى وبيرقص وهو بيسوق، وبيدخل بيهم تيد في الغابة غصب عنه وبتطير بيهم العربية، وبيقولوا له انك اخرتنا كمان على ميعاد المحامي واننا كده هنضطر نبات هنا. وتاني يوم بيحاولوا انهم يصلحوا المصيبة اللي تيد عملها، ولما بيبدأوا يتحركوا من تاني بيقول لهم انا مش هسوق تاني ولا ايه. واخيرا بيوصلوا لمكتب المحامي، لكن بيكسر جون الازاز وهو مش قاصد. بيستقبلهم المحامي لكن بيقول لهم انه مش هيقدر يترافع في القضية دي، وبيقول لهم انه شايف تيد فعلا دبدوب بجد ومصنوع من قطن، وانه طبعا مش هيقدر يتجوز ولا هيبقى قادر انه يربي طفل. بتقول لهم المحامية اسفة ان انا خذلتكم، وبيقول لها جون ان ده مش ذنبك. وبيتعصب تيد عليهم وبيقول لهم كفاية محن ورومانسية بقى، وانكم مش حاسين بالمصيبة اللي انا فيها. وبيسيبهم تيد ويمشي، وبيروح عالم الشخصيات الكرتونية اللي المفروض ان هو منه، وبيقابل سلحفة من سلاحف النينجا واللي بيكون الشخص ده وعاوز يخطفه، لكن بيحاول تيد انه يهرب منه. وبيتصل بجون وبيقول له ارجوك ساعدني، وبيقول له انا اسف اني اتعصبت عليك وقلت لك انه مش عاوز حد يساعدني تاني. وبيحاول تيد انه يستخبى في الدباديب اللي شكله، لكن بيشغل الراجل ده اغنية عارف ان تيد بيحبها جدا، وفعلا ما بيقدرش تيد انه يمسك نفسه وبيغني معاها وبيرقص. وبيمسكوا الشخص ده علشان ياخده على المعمل علشان يشرحه ويعرف ايه اللي جواه. وبيترجاه تيد وبيقول له انا ممكن ارقص لك وممكن اعمل لك اي حاجة لكن ما تقتلنيش. وبيقول له انك مش هتستفاد حاجة ومش هتلاقي جوايا الا قطن. وفجأة بيدخل جون صديقه عليه وبينقذه، ولما بينقذه بيقول له تيد انت ايه اللي جابك، وان انا كنت قادر انقذ نفسي على فكرة. وبيسيبه وبيمشي، لكن بيحاول الشخص ده انه يقتله بطريقة تانية. وبينقذه جون وبيضحي بنفسه، وبيبلغ تيد عن سلاحف النينجا، برضه بيطلع الشخص ده من وسطهم باغنية هو عارف انه بيحبها كويس. وبيرقص التافه لما بيسمع الاغنية وبيمسكوه. وبعد كده بيفضل تيد يعيط على صديقه وبيترجاه انه ما يسيبوش، وطبعا بتصوروا كل الكاميرات. وبينتشر الفيديو باسم الدب الانسان. ولما بيروحوا المستشفى بيقول لهم الدكتور ان حالته خطر جدا وانه تقريبا مات اكلينيكيا. وبيفضلوا كلهم يعيطوا، وكمان المحامية اللي كانت خلاص اتعلقت بيه وحبته. وبيعيط تيد وبيتأسف لجون وبيقول ان انا فعلا دبدوب ومليش الحق في اي حاجة. وفجأة بيفوق جون وبيخض وبيقولوا كده 2-1 ليا. وبيقول تيد للمحامية ايوه دي لعبة احنا بنلعبها، بس شايفة هو بيعمل فيا ايه. وبيبصوا للدكتور التافه اللي كان جون متفق معاه انه يقول لهم كده. بيجي المحامي الكبير وبيقول لهم انه شاف الفيديو اللي تيد بيعيط فيه على صديقه، وانه اقتنع ان تيد انسان ومش دبدوب وهيترافع عنه وهيكسب القضية دي. وبيترافع عنه المحامي وبيكسب تيد القضية، وبيعترفوا بيه بأول دبدوب في العالم فرد في دولة وليه حقوق وعليه واجبات. وطبعا بيبقى تيد ليه جمهور وشهرة جامدة جدا. وبيشكر جون صديقه الوحيد طبعا، وبيقول له ان انت السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي. وبيتجوز تيد زوجته رسميا، وبيتبنوا طفل وبيبقى اب، لكن ما كانش بيقدر يشيله لان الطفل وزنه اكبر منه. وبتكون دي النهاية وبكده بينتهي فيلمنا.